ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشراء. والوحي يقطر سلسلا من سلسل، واللوح والقلم البديع رواء. نظمت أسامي الرسل فهي صحيفة في اللوح، واسم محمد طغراء. يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها، وما يتعشق الكبراء. فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. وإذا أخذت العهد أو أعطيته، فجميع عهدك ذمة ووفاء. وإذا رضيت فذاك في مرضاته، ورضا الجميع تحلم ورياء. سادة المتابعين الأفاضل في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج فاسألوا أهل الذكر. باسمكم جميعا أرحب بضيف الدائم فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. أهلا ومرحبا بكم. أهلا وسهلا، مرحبا بك والمشاهدين. حياك الله. متابعينا الأفاضل، نأخذكم اليوم إلى رحلة ماتعة خفيفة في بساتين أخلاق النبي الكريم المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذ كان سيد الأخلاق وأستاذها. بداية فضيلة الشيخ، دعنا نبدأ بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ما المقصود بهذا الحديث؟ المايك لكم شيخنا، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، الموصوف من ربه جل جلاله بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، وقوله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقد وصفته عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن خلقه عليه الصلاة والسلام، قالت: كان خلقه القرآن. نعم. وموضوع الأخلاق هو حقيقة من الموضوعات المهمة جدا في التاريخ البشرية كلها، ولهذا قيل: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإذا هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. والأخلاق في حقيقتها الخاء واللام والقاف هي من السجايا، فيقال هذا خلق، أي هذه سجية، وهذا طبع. لا يسمى الإنسان خلوقا إلا إذا تطبع وكان من سجاياه القيم الفاضلة. فإذا تطبع الإنسان بالقيم الفاضلة وتخلى عن الرذائل، فإنه يقال له هذا خلوق، ويوصف بالأخلاق الحميدة والأخلاق الطيبة. ومسألة الأخلاق بالنسبة للتصور الإسلامي هي جزء من الدين وليست خارج عنه، بل يمكن أن نقول بأن منظومة الأخلاق تكاد تكون منظومة دينية محضة، لأن المنظومات المادية لا تعطي كثيرا للبعد الأخلاقي. البعد الأخلاقي هو بعد عطاء وليس بعد أخذ. الأبعاد المادية هي أبعاد آخذة، فهي تأخذ ولا تعطي. القيم الأخلاقية ترسخ في الإنسان أن يكون صاحب عطاء، هذه مسألة. ولذلك نقول بأن الدين يرسخ في الإنسان القيم الأخلاقية. وأحيانا تكون الأخلاق نابعة من الدين تماما، وأحيانا تفرد عن الدين ليكون الدين شعائرا وعبادات، ويكون الأخلاق قيم وسلوكيات. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. هنا الدين يعبر عن حالة في العلاقة مع الله، قضية الصلاة والصيام وكذا، هذا تدين شعائري. والأخلاق تعبر العلاقات مع الإنسان أو علاقات الناس فيما بينها. فأنت مطالب بالنظر لمن يتقدم إليك في طلب الزواج، أن تنظر إلى دينه في علاقته مع الله، وأن تنظر إلى أخلاقه في علاقته مع الخلق. والدين كله يقوم على فكرة الحق والخلق، كيف ننظم هذه العلاقة. هنالك خصائص حقيقة مهمة جدا، ونحن ننطلق فيها من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذا الحديث فيه إشارة مهمة جدا. أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو منتهى ما وصلت إليه البشرية في الرسالة، ومنها الأخلاق.
يعني كأنما بدأت الأخلاق ومنظومة الأخلاق مع أول نبي وأول رسول، ثم ظلت منظومة الأخلاق منظومة تراكمية على خلاف منظومة الشريعة، وهي منظومة قابلة للنسخ. هذه مسألة في إطار فلسفة التشريع لا بد من الالتفات إليه. القيم تتراكم، فمثلا أول قيمة إنسانية وهي أخلاقية هي قيمة بر الوالدين، أن اشكر لي ولوالدي. نعم. طيب، أن اشكر لي ولوالديك. فمسألة الشكر للوالدين مرتبطة بتوحيد الله، فتوحيد الله سبحانه وتعالى هي أول حق يتعلق بالله، وبر الوالدين أول حق يتعلق بالخلق. فكانت البداية بإيه؟ ببر الوالدين، ثم تراكمت. لما وصلت الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأنما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل القيم الأخلاقية التي بعث بها الرسل تابعة لرسالتي وأنا متمم لها. جميل. أنا متمم ومكمل لها. فكأنما يقول لهم كل ما ورثتموه من الرسالات من قيم أخلاقية فأنا متمم لها وأنا مقرر لها، ليس بناسخ. يعني الأخلاق لا تنسخ، أخلاق لا تنسخ. ولهذا كان حقيقة يعجبنا يعني بعض مشايخنا الذين كانوا يقولون التوحيد أولا والأخلاق دائما. يعني صحيح أنت تبدأ بتوحيد الله سبحانه وتعالى، ولكن منظومة الأخلاق تبدأ من لحظة التوحيد وتواصل معه إلى أن يتمم في نهاية المطاف الرسالة كامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فيكون تمام الرسالة معها تمام الأخلاق. فهذا ما يفهم أولا من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ففيه اعتماد كل ما جاء من أخلاق النبوات. كانت في مرحلة من المراحل تسمى مثلا في بعض الشرائع الوصايا، يعني وصايا موسى وصايا عيسى عليه السلام، ثم عندنا تحول إلى المحرمات، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. وستلاحظ هذه المنظومة. ثم أيضا مهم جدا أن منظومة الأخلاق هذه منظومة الأخلاق تارة تسمى بالفرقان في كتاب الله، وتارة تسمى بالصراط، وتارة تسمى بالحكمة. فعند موسى عليه السلام وعيسى عليهم السلام كان عند موسى تسمى الفرقان، ولقد آتينا موسى الكتاب والفرقان. وعند عيسى كانت تسمى الحكمة، جئتكم بالكتاب والحكمة، أو جئتكم بالحكمة. فالكتاب هو الشريعة، والحكمة هي منظومة الأخلاق تقريبا هذا. وبعد ذلك عندك الكتاب النبوءات، هذه لحالها دائما عند الرسل في شيء اسمه نبوات وفي شيء اسمه رسالات. الرسالات دائما متضمنة للأحكام التشريعية ومتضمنة لمنظومة الحكم والشرع. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم صار يطلق عليها هذه الثلاث، صار تطلق عليها منظومة الفرقان، منظومة الحكمة، منظومة الصراط المستقيم. ولهذا في سورة الأنعام عندما قال الله تبارك قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، لاحظ كيف أنها بدأت بتوحيد الله، ثم بر الوالدين، ثم عدم قتل النفوس، عدم قتل الأولاد، عدم الفواحش، عدم كذا، ثم عدم التطفيف في الكيل، إلى أن قال وأن هذا صراطي مستقيم. معنى ذلك منظومة الأخلاق هي الصراط المستقيم الذي من تحلى به فقد تحلى بالصراط المستقيم. ولهذا كثير من الناس الآن يقول والله اهدنا الصراط المستقيم. ما هو هذا الصراط؟ وهل أنت أصلا ملتزم لهذا الصراط؟ هل أنت كعبد ملتزم لهذا أم أنك خارج عنه؟ هذا السؤال مهم جدا. لماذا؟ لأن منظومة الأخلاق مع منظومة التوحيد تحقق لنا منظومة التقوى. جميل. تحقق لنا منظومة التقوى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فإنما يقول بأن قضايا السجايا والتطبع الذي فيه بر الوالدين وفيه الصدق وفيه الوفاء وفيه الإخلاص وفيه العدل وفيه الإحسان، هذه المنظومة كلها منظومة قيمية، منظومة أخلاقية، جئت لأتممها وجئت لأبلغ تمامها وكمالها. فلذلك الشريعة الإسلامية تأخذ بأقصى هذا المدى. ولهذا من خصائصها الشمول، فهي شاملة لكل علاقات الإنسان بربه، علاقات الإنسان بنفسه، علاقات الإنسان بالآخر البشري، علاقات الإنسان بالطبيعة، كل هذه تشملها منظومة
منظومة علاقات الإنسان بالحيوان، هذه كلها تشملها منظومة إيه؟ منظومة الأخلاق. فمنظومة الأخلاق ليست حالة فقط أنت تتعامل فيها مع البشر، ولكن ستلاحظ نفس منظومة الأخلاق هي التي تجعلك تتعامل مع الحيوان بطريقة أخلاقية، تتعامل مع النبات بطريقة إيه؟ أخلاقية، اللي هو البيئة أقصد، تتعامل مع البيئة بطريقة أخلاقية. فالأخلاق شاملة في التصور الإسلامي. الأمر الثاني، الأخلاق ثابتة لا تتغير، فلا يمكن أن تأتي لحظة من اللحظات لنقول بأن منظومة الأخلاق عندنا تغيرت. الأخلاق ثابتة، الصدق هو الصدق، الكذب هو الكذب، الخيانة هي الخيانة، الأمانة هي الأمانة، وهكذا. الإحسان هو الإحسان، والعدل هو العدل. هذه المنظومة لا يمكن في لحظة من اللحظات ولذلك الشريعة الإسلامية في هذا البعد تعبر عن منظومة الثبات التي تؤدي إلى استقرار المجتمع وعدم تفلته وعدم تغيره وتقلبه. أيضا تعبر عن التوازن. منظومة الأخلاق تعبر عن التوازن، وفي نفس الوقت منظومة الأخلاق لها ارتباط بالإيمان. فكلما ارتقى الإنسان في إيمانه ارتقى في أخلاقه، وكلما انحط في الإيمان انحط في الأخلاق والعياذ بالله. جميل. إذن كل ما ورثتموه من الأخلاق أنا متمم له، أنا متمم له ومكمل له. جميل. هذا باختصار معنى حديث إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. نعم. جميل. أيضا من الأخلاقيات التي عرفت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحلم، وما ورد في الأثر لما جاءه الأحنف بن قيس. نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. نعم. ما تفاصيل هذه القصة التي وردت النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا هذه من القصص يعني ينظر إليها تربويا. نعم. نظرة مهمة جدا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما التربية لأصحابه. جميل. وكانت تربيته تأخذ أكثر من منحى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كحالنا نحن مثلا، يأتي الإنسان فقط يجلس في المسجد ليعطي بعد ذلك قضايا تربوية. لا، النبي صلى الله عليه وسلم تجده وهو ذاهب في الشارع مع الأطفال يربي، وهو جالس مع أصحابه يربي، وهو راكب على ناقته وهو في سير يربي، وهو ذاهب إلى الحج يربي، وهو ذاهب إلى الجهاد يربي. هنا على كل زاره الأحنف بن قيس، وهو من زعماء العرب ومن حكماء العرب ومن عقلائهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف فيه خصال إيجابية. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤكد على معنى مهم جدا. لاحظ، لما أقول لك يا فلان فيك خصال جميلة، أو أقول لك عليك أن تتحلى بالخصال الجميلة، شوف الفرق. عندما أقول لك يا أخي فيك 4 صفات تعتبر قمة في الأخلاق، جميل. أو أقول لك عليك أن تتصف ب4 صفات هي قمة في الأخلاق. شوف الفارق التربوي. نعم. هنا الآن سينظر الأحنف بن قيس بأنه أول أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وشهد له بصفات. هذه طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا لا يقول النبي إلا حقا وصدق، لا يمكن أن يقول كذبا مطلقا بأي شكل من الأشكال. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت له صفات حميدة، صفات راسخة، صفات بالنسبة له ليست مكتسبة ولكنها سجية فيه. إن فيك خصلتان يحبهما الله. أيضا أكد أن هذه الصفات الأخلاقية مما يحبها الله سبحانه وتعالى ورسول عليه الصلاة والسلام. إذن ما نتصف به أحيانا قد نتصف بصفات جبلية محبوبة لله، وفي نفس الوقت قد نتصف بصفات جبلية مبغوضة لله. فمن اتصف بصفة الغضب مثلا مبغوضة لله. إيش المطلوب الآن؟ ما أنت فيما جبلت عليه مطالب إن كانت سيئة تحرص قدر الإمكان على مداواتها ومعالجتها، وإن كانت جيدة على الحفاظ عليها وتطويرها والاستمرار عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم للأحنف بن قيس شهد له بأنه فيه خصلتان يحبهما الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وهما الحلم والأنات. الحلم هو في حقيقته عبارة عن ضبط النفس عند الغضب، ولجمها عند الإسراع والعجلة، وعدم الاندفاع إذا ما كان الإنسان ظلم أو تم الاعتداء عليه. يعني هذه مسألة الحلم، أحيانا أن تضبط نفسك عندما يتم الاعتداء أو يتم التجاوز. هنا تبدو عظمة الأخلاق. نعم. تبدو عظمة الأخلاق، وهو أنك تضبط النفس عند يتجاوز شخص، وتكون متسامحا
وتعفو عمن ظلمك أو من تجاوز عليك. فهنا تبرز على كل. فشهد النبي صلى الله عليه وسلم للأحنف بن قيس أنه حليم، أنه حليم. والحلم طبعا من صفات الرسالة، كما أن العلم من صفات النبوة. يعني النبوة الغالب فيها العلم، والرسالة الغالب فيها إيه؟ الحلم. ولهذا تجد أن الله سبحانه وتعالى عندما يصف إسحاق عليه السلام يصفه بالعليم، وعندما يصف إسماعيل عليه السلام يصفه بالحليم. وهذه طبعا من الدقائق التي ربما يلتفت إليها أهل العلم في أن يرجحوا بأن الذبيح هو إيه؟ هو إسماعيل عليه السلام وليس إسحاق عليه السلام، بأن الآيات وردت بأن الوصف فيها جاء بالحليم، والحلم من صفات الرسالة على كل. فإسماعيل رسول وإسحاق نبي، نعم. فوصف على كل بهذه الصفة الجميلة، وفي نفس الوقت هذه السجايا والتطبع مثل اسم الحليم، الله الحليم. عندما تتطبع بصفة جميلة وجمالها أن الله سبحانه وتعالى يتصف بها، وأنت تأخذ جزءا يسيرا بسيطا جدا من هذه الصفة، فأنت تطبعت بسجية على كل محبوب لله سبحانه وتعالى. الصفة الثانية هو الأناة. الأناة هي على كل حالة التروي، وغالبا الحلم يرتبط بالجانب السلوكي، والتروي يرتبط بالجانب أيضا العقلي والنفسي وقضايا التفكير. الإنسان يتروى في اتخاذ القرار، يتروى عندما يريد أن يصدر حكما، يتروى، ويكون أيضا حليما في مجافاة الهوى ومجانبة الهوى. فعلى كل وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بهاتين الصفتين اللي هي صفة الحلم وصفة الأناة. جميل. لعل هذا يجرنا في الحديث بشكل عام عن الخصال الحميدة والجميلة التي يحبها النبي صلى الله عليه وسلم، أو التي ورد استحسانها عن نبينا الكريم. ومن جميل خصاله ما روي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حينما سئلت عنه قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب خادما قط ولا ضرب امرأة قط. الحديث، ما قولكم في هذا؟ طبعا هذه من القضايا المهمة جدا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأخلاق هو صاحب العزائم، يأتي في تشريعه بالرخص، ولكنه عندما يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بأعلى الأمر، لأنه صاحب الكمال العلمي، صاحب الكمال العملي، صاحب الكمال السلوكي. فالنبي صلى الله عليه وسلم تجده دائما في القمة. فمثلا يأتي أحيانا للحديث عن التأديب وجواز الضرب. مثلا يأتي التأديب سواء للأطفال أو للنساء، فالرجل يؤدب زوجته ويؤدب أطفاله ويؤدب من تحت ولايته، بغض النظر عن نوع هذا الضرب وطبيعة هذا الضرب، الآلية التي تستخدم، هذه قضية أخرى. لكن الضرب من حيث هو مرخص فيه للتأديب. ولكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب خادما ولا صبيا ولا صغيرا ولا كبيرا ولا زوجة، فما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنما ضربه كان فقط في حالة واحدة وهو الجهاد في سبيل الله، ذاك ضرب مختلف طبعا. وبالتالي هنا تشهد عائشة رضي الله عنها بأمر مهم جدا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كبقية الناس. كثير من الناس روي عن بعض الصحابة أنه مثلا ضربوا أطفالا، ضربوا صبيانهم للتأديب وكذا، ضربوا خدمهم للتأديب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا هذا جانب آخر، وهو أن المربي الذي يستطيع التربية بلا عنف بلا شك هو أفضل من المربي الذي يحتاج إلى إيه؟ نعم. إلى العنف. هنا قد يقول قائل بأنه والله الطرف الآخر هو السبب، إنه والله الطفل أو الطالب أو كذا هو السبب. لكن عندما لا يكون المربي قادرا على ترويض هذا الذي أمامه، فإنه يكون بذلك عموما نقطة ضعف. ولذلك يعني الله لم يجعل رسوله ينحدر إلى هذا المستوى، لم يجعله عاجزا عن إيه؟ عن أن يربي من هو إيه أمامه، سواء كان خادما أو امرأة أو زوجة أو إلى غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم في تربيته على أفضل كمال وأتم خلق. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعنف، ولا كان حتى لدرجة في بعض الأحاديث أنه ما قال لأنس رضي الله عنه، يعني أنس يقول ما نهرني ولا سألني يوما في أمر تركته لما تركته، ولا في أمر فعلته لما فعلته. هذه طبعا كلها من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم التي تبين كمال
خلقه عليه الصلاة والسلام، وأنه في كل خلق فيه إمكانية الرخصة والعزيمة إلا وكان النبي عليه الصلاة والسلام في جانب العزيمة أكثر مما هو في جانب الترخص. جميل. ماذا عن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته بشكل خاص، مع زوجته عائشة وزوجاته بشكل عام؟ أذكر في هذا ما ورد في الأثر أنها جاءت إحدى أمهات المؤمنين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عائشة، جاء خادمها بصفيحة، نعم، فرمته عائشة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يلمه وقال غارت أمكم، غارت أمكم. أنا دائما ما أستشهد بأقول الرجل المعدد يعني الذي يتزوج أكثر من امرأة، هذا دائما عرضة للحديث وعرضة للكلام، أليس كذلك؟ نعم. صاحب المرأة الواحدة تستره غالبا، نعم. لكن عندما يكون عندك أكثر من امرأة هنا أنت عرضة لكشف العيوب. ولكن من حكمة الله رغم أنه يعني أباح لنبيه عليه الصلاة والسلام بالتعدد على طريقة خاصة، حتى على خلاف المؤمنين في التقيد ب4 نساء، ولكن لاحظ هؤلاء النسوة اللائي عشن مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى اللائي فارقنا النبي عليه الصلاة والسلام، لم يدون لا من الخصوم ولا من الأصدقاء، لم يدون عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة اشتكت من سوء خلقه عليه الصلاة والسلام. فإذا أردت أن تعرف كيف كان حاله فانظر إلى نسائه عليه الصلاة والسلام. هل قلنا عنه شيء بعد وفاته عليه الصلاة والسلام؟ هل تكلمنا عنه عليه الصلاة والسلام؟ هل قلنا عنه والله أنه والله ظلمنا، ضربنا، شتمنا، أساء إلينا، أساء إلى أسرنا؟ ستجد كل هؤلاء الذين ارتبطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لم تجد واحدة منهن تتحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام بسوء، ليس اللائي توفي وهن في العصمة الزوجية، ولكن حتى اللائي طلقهن النبي صلى الله عليه وسلم لم تجد واحدة منهن تقول على النبي صلى الله عليه وسلم أمرا سيئا. أول هذه الحالة يجب أن نستصحب، لأن دائما الخصوم الذين يريدون أن ينالوا من شخص في رمزية شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، القائد الذي نبي ورسول وقائد عام وقاضي الأمة وقائد الجيوش، كل هذه الحياة يمر بها، ومع ذلك لم تشكو منه فئة من الفئات أنه ظلمها، أساء إليها. فهذه أول واحدة. لكن الأمر الثاني، كان النبي عليه الصلاة والسلام مع زوجاته في قمة العدل، كان في قمة العدل في النفقة، العدل في الأكل، العدل في الشرب، العدل في اللباس، العدل في الخروج، حتى عندما يريد أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى معركة يعمل القرعة بين نسائه أيهن خرجت لها تخرج معه، وهكذا. يعني لاحظ هذه الحالة التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم لبيان أنه والله لم يكن، مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم معروف أنه كان يحب عائشة، لكن في السلوك العملي هذا الحب لم يؤثر على أن يجعل عائشة في مقام تختلف عن بقية النساء. ثم يمر عليه الصلاة والسلام أحيانا النساء كطبيعتهن، النساء دائما يتشكل، كان هنالك حزبان إن صح التعبير، كتلتان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة وحفصة وكذا، ومجموعة أخرى، ويتحركن داخل بيت الزوجية، يعني ما أقدر أقول يتآمرن، لكن يأتمرن، يعني يتناقشن نقاشا فيما بينهن، ويتواطأن أحيانا. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تجده يستطيع حل كل هذه المشكلة بكل بساطة. مثلا يكون النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه، وهذه طبعا من القضايا التي تحتاج فعلا إلى أن يستوعبها الإنسان، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع الرجال، وعندنا مسألة المرجلة هذه طبعا كثير من الناس، أن المرأة إذا تصرفت تصرفا أمام الآخرين قد يحتملها لوحدها، لكن أمام الآخرين فهذه قمة الإهانة، طبعا هكذا نفهم. نعم. لكن انظر النبي صلى الله عليه وسلم لما هذه أم المؤمنين غير المرأة الثانية هذه غير عائشة رضي الله عنها بعثت للنبي صلى الله عليه وسلم، كأنها رأت أنه والله هنالك ضيوف كذا، فأرادت أن تساعد عائشة، على الأقل تبعث من طعامها حتى تساعد عائشة. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، أخذت هذه فكسرت الإناء ورمت بالطعام أمام الرجال. تصور هذا الموقف أمام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ترمي وتكسر. فالنبي صلى الله عليه وسلم مدرك أنه هذه حالة منبعها إيش؟ الغيرة، منبعها الغيرة. فكيف يستوعب الآن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحالة؟ هل والله ينطلق فيها من ردة الفعل فيكون الطلاق والفراق، وأسأت إلي ولم تعتبريني وأنا رسول الله وأنا نبي الله؟ لا، الموضوع بسيط. يتم هذه عن طريق أن يحتوي الموقف ببساطة شديدة جدا، طعام بطعام وإناء بإناء،
وهي ما دفقت الطعام وكسرت الإناء، فالعدل يقتضي أنه والله الإناء يجب أن يسترد والطعام يجب إيه؟ أن يصنع. انتهى الموضوع. ثم قال للصحابة كلوا فأمكم غارت، يعني جاوزوا الموضوع. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لاحظ هذا الموقف الآن، أصحابه الذين رأوا هذا المشهد وأدركوا هذه الحالة، كيف سيكون سلوكهم بعد ذلك مع أزواجهم، وكيف سيكون سلوكهم مع، وهكذا على كل كانت الحالة. حالة النبي صلى الله عليه وسلم كان في خدمة أهله كما جاءت في النصوص. النبي صلى الله عليه وسلم يكون في خدمة أهله فيقصف نعله ويخيط ثوبه حتى إذا ما سمع النداء فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، يعني يكون في خدمة أهله في خدمة بيته. هذا الوضع الطبيعي الذي يعيشه كل زوج. ثم إذا سمع الأذان انتفض وقام والتحق به بالصلاة عليه الصلاة والسلام. جميل. دعنا بما أننا لازلنا في خضم هذا الموضوع، ما هي الرسالة التي وجهها الدكتور حسن سلمان للمعددين أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم واقتداء به؟ والله هو أعظم على كل ما يمكن أن ينصح به لأهل التعدد. أهم قضية والمدخل الطبيعي هو موضوع العدل، لأن هنا التحدي الأكبر. والعدل هو ألا يميل الإنسان حيث يميل قلبه، بل عليه أن يعطي كل ذي حق حقه. والحقوق الشرعية معروفة: حق المبيت وحق المعاشرة وحق المأكل والمشرب وحق النفقة، هذه الحقوق التي. أما موضوع القلب فهذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، لا أحد يستطيع. ولهذا الآية التي قالت ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء والعدل القلبي، لا تستطيع العدل، ولكن في نفس الوقت أمرك بأن تعدل عندما تعدد. فالعدل المتعلق بالسلوك الإنساني في قضية المال، في قضية المبيت، في قضية كذا النفقة، هذا مأمور به شرعا ولا بد منه. ثم أيضا من الأشياء المهمة جدا وهو فصل المسارات، كما يقول إنه ما يقال في البيت ألف يجب أن لا ينقل إلى البيت البيت باء، حتى لا يكون هنالك أي حديث. لا تحاول أن تخلط الأوراق، كل واحدة لها مسار، يجب أن لا تدخل في مسار المرأة الثانية. فهذه من الأمور على كل التي إذا استطاع الإنسان إن شاء الله يمارس العدل الذي أمر الله تبارك وتعالى به وأدى كل ذي حق حقه، فإنه يستطيع إن شاء الله الاستمرار في هذه الرخصة. في خضم موضوع حلقتنا لهذا اليوم عن أخلاق نبينا الكريم، ورد عن أم المؤمنين كذلك عائشة رضي الله عنها أنها قالت أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة عليك بالرفق، فإنه ما كان في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. ما الرفق المقصود في هذا الحديث تحديدا؟ الرفق هو اللين. نعم. وهو خلاف العنف وخلاف الشدة. النبي صلى الله عليه وسلم تستقرئ عائشة رضي الله عنها حول سلوك النبي عليه الصلاة والسلام في كل أمر من أموره. قالت النبي صلى الله عليه وسلم: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. فدائما ينظر إلى ما هو أيسر، ليس إلى ما هو أعسر، إلى ما هو ألين، ليس إلى ما هو أشد. وفي نفس الوقت أيضا تقول ما دخل الرفق في شيء إلا زانه. نعم. وما دخل العنف في شيء إلا شانه. هكذا طبيعة الأشياء. كل قضية تدخل إليها برفق، تدخل إليها بلين، تدخل إليها بحكمة، تدخل إليها بتلطف، تستطيع أن تصل فيها إلى النهايات. وهذه قاعدة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعطي قاعدة أنه حيثما دخل الرفق كانت نهاياته جميلة وجيدة وزينة كما يقول. لكن قد يعني يفهم الرفق بمعنى الضعف. لا بالعكس، ليس ضعفا، لأنك أنت عندما تمارس الرفق من موطن القوة، نعم، من موطن الولاية. مثلا عندما يمارس الرفق الإنسان في بيته مع أبنائه، مع زوجته، مع من يعول، لا يمكن أن يتهم بأنه أنه ضعيف، لأن هؤلاء أهل ولايته. إلا في حالة واحدة هنا يمكن أن يكون الرفق ضعفا، وهو عندما يتم تجاوز الحدود المشروعة إلى الحدود الممنوعة، ثم يكون أيضا هو لا يمارس الشدة. بمعنى يرى المنكر في أهله، في أسرته، في بناته، في زوجته. مثلا يرى بنت ليست ملتزمة بالزي الشرعي وتريد أن تخرج من بيته وعلى وضعية ليست جيدة، فهو صحيح المدخل يجب أن يكون رفقا وأن يأمرها وينهاها بالتي هي أحسن، لكن إن لم تلتزم فلا حرج أن يمارس معها الشدة.
ولا أنه يتركها من جانب أنه يقول أنه لين لا لا ليس كذلك، بالعكس. هو كل ما كان الأمر من الواجبات فيجب أن تمارس فيه أقصى ما يمكن أن يكون به الواجب، وعندما يكون أن تريد أن تنهى عن محرم يجب أن تمارس كل ما يتحقق به انتهاء المحرم. هذه هي الصورة. اللي من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، بلسانه، بيده، بقلبه إن لم يستطع. هذه طبعا لا يمكن أن نقولها في من له ولاية على أناس معينين والله يمارس بقلبه، لا، أنت صاحب ولاية ستمارس إما باليد وإما باللسان، لا بد أن تغير المنكر الذي أمامك. لكن كل ذلك لما نتكلم عن الرفق لا يمكن أن تمارس الشدة في شخص مثلا يجهل الحكم الشرعي. فأنت عندما ترى المنكر أمامك في بيتك أو في من تعول، أول قضية ستتبادل ما الذي دفعه لذلك؟ هل جهل أم سوء قصد؟ إن كان جهلا تعلمه. نعم. والتعليم يبدأ بالرفق، يعني ما في تعليم يبدأ بإيه؟ بالشدة. فتعلم وتحرص على التربية إن رأيت بأن هذا الشخص يعلم تماما ما هو حكم الله في المسألة ولكنه يعاند، فالعناد تأتي معه إيه؟ إن يعني مثل ما موسى عليه السلام بدأ باللين وبالرفق وبكذا، لكن في النهاية إني أراك مثبورا، أي إني أراك يا فرعون هالكا. ما وصل عبارة هالك ومثبور إلا بعد أن أدرك بأن فرعون خلاص يعني سكر كل الأبواب ولم يعد أمامه شيء. لكن إيش كان المدخل؟ قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. صلى الله عليكم فضيلة الشيخ سلمان. شكر لكم أنتم متابعينا مشاهدينا الأفاضل في كل مكان على حسن الاستماع والمتابعة. باسمكم جميعا نكرر شكرنا وتقديرنا لفضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. شاكرين لكم. أهلا وسهلا، والشكر لكم المشاهدين. حياك الله. الحديث عن أخلاقيات النبي صلى الله عليه وسلم ذو شجون ويطول، وهي بساتين مزهرة لا تنتهي ولا تنفذ. إلى حلقات أخرى متابعينا الأفاضل في كل مكان. وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا دمتم بود.